السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمرحبا بكم في هذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب بداية المتفقه، وأبشركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر أحكام النكاح والنظر، وفي هذا اللقاء مع أهم أبواب هذا الباب، ألا وهو باب ركني النكاح وشروطه، أي ما هي الأركان التي ينبني عليها الزواج أو النكاح، وما هي شروط صحة الزواج. أولا أيها الكرام، الضابط الأول للنكاح ركنان، أي هناك ركنان للنكاح لا يقوم النكاح إلا بهما، ولو فقد أحد هذين الركنين بطل النكاح، فبدون الأركان يفسد البناء. يعني لو قلنا مثلا أحد أعمدة البناء قد هدمت، إذن البناء يسقط. فالنكاح له ركنان، هذان الركنان هما الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن النكاح عقد، وكل عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. كل عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. مثلا أنت تملك هذا الكوب، وأنا أريد أن يشتري منك هذا الكوب. أنت تعرض هذا الكوب وأنا أريد أن أشتري هذا الكوب، فأنت تعرض هذا إيجاب منك أو قبول ببيعه، وأنا أريد أن أشتريه. لكن لو أنني أخذت منك عنوة، هذا ليس بإيجاب، وهذا يفسد البيع، البيع. وكما قلنا أيضا أن عقد النكاح من أهم العقود، وأكثر العقود افتقارا لهذين الركنين بصورة واضحة، لأن في البيع والشراء وسائر العقود قد يجري وقد يسري وقد ينفذ بما يدل على معناه. يعني مثلا مر معنا في كتاب المعاملات قلنا العبرة في العقود ليست مبنية على الألفاظ والمباني، ولكنها تفتقر إلى التصرفات والمعاني. يعني مثلا لو قلت لك: وهبتك هذا القلم ب10 جنيهات، فأعطيتني 10 جنيهات، فهذا بيع وليس هبة. إذن العبرة في التصرفات والمعاني ليست بالألفاظ والمباني. يمشي الأمور ماشية في البيع والشراء، الأمر فيها سهل شوية. طيب أنا وقفت أمامك وكتبت على هذا القلم 10 جنيهات، ومددت يدي إليك دون أن أتكلم، فأنت أخرجت 10 جنيهات من جيبك وأعطيتني هذه 10 وأخذت القلم، هذا بيع. دخلت على البقال، هو عارض كيس السكر وكتب عليه 10 جنيهات، ده كان زمان يعني. فأنت دخلت أعطيته 10 جنيهات وتناولت كيس السكر، كده اسمه بيع. الأمور سهلة مبنية على التصرفات. أما في النكاح لابد من الألفاظ، الألفاظ، لأنه عقد مهم في حياة المسلمين ينبني عليه أمر مهم، ألا وهو بناء بيت مسلم، وفيه استحلال فروج، فيه استحلال فلا بد فيه من الوضوح، فلا بد من إيجاب ولا بد من قبول. والإيجاب يكون من طرف المرأة، سواء منها أو وليها. لا بد من إيجاب يكون من طرف المرأة، تقول أو يقول وليها: زوجتك موكلتي، زوجتك ابنتي. لابد من إيجاب. والقبول يكون من الزوج، يقول قبلت. يفتقر إلى الألفاظ، يفتقر إلى يعني لو قال له: وهبتك ابنتي وقال قبلت، لا ينعقد، مع أنهم اتفقوا على زواج، وفي الظاهر أنهم يتزوجان. فلو قال أي لفظ غير هذه الألفاظ فالعقد مفتقر إلى على هذه الألفاظ. لذا تجد طبعا المأذون في بداية العقد يقول طبعا احنا متفقين
والولد شاف البنت واتفقوا على الزواج قبل أن يدخل ليه، الموضوع خلصان أصلا من بدري، وولي الزوجة ذهب إلى العريس، الزوج اللي هو ناوي يتزوج راح لأبوها وجلس واتفقا وأبرم العقد وقالوا سيأتوا بكذا وكذا، والموضوع منتهي. لكن عند اجتماع القوم للعقد لابد من كل هذه ليه يقول لك ايه، واني استخرت الله تعالى وشاف زوجتك موكلتي فلانة الفلانية، صح ولا لا؟ الكلام هذا كله صحيح، لأن العقد هذا عقد ايه؟ عقد مهم في الشريعة، لابد أن يبنى بصورة ايه؟ واضحة، ليس فيها أي إبهام، ليس فيها أي إبهام. لكن ايه اللي ممكن يكون زيادة شوية؟ وعلى مذهب فلان، ونقول نعم الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام سني، ولكن قبل أبي حنيفة على كيف كانوا يتزوجون؟ يبقى الزواج يكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النكاح له ركنان، وهما الإيجاب ويكون من ولي المرأة، يقول زوجتك أو أنكحتك بأي صورة أو بأي لفظ واضح، والقبول يكون من الزوج أو من ينوب عنه، وليه أبوه أو أخوه الكبير حسب ما يتفق وكيله، خلاص. يبقى القبول يكون من الزوج أو ولي الزوج. نأتي على الضابط الثاني في هذا الباب، ألا وهو شروط صحة النكاح. بعد أن عرفنا أن للنكاح ركنان، فنأتي على معرفة ما شروط صحة هذا العقد. فهذا عقد يفتقر إلى شروط صحة، ليبنى البيت بناء شرعيا، ليبنى البيت بناء شرعيا، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد من مقاصد الشريعة أن يبنى بيت على طريقة شرعية فينشأ ذرية إسلامية تدعو إلى الله عز وجل وتقيم شرع الله في الأرض. هذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن ينتشر المسلمون وأن يكثر عددهم وأن يعبدوا الله عز وجل. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وكثرة الذرية أحد سبل قوة هذه الأمة. كثرة الذرية أحد سبل قوة هذه الأمة. لذا الغرب يحاربون الذرية، الغرب الكافر يحارب يعني يدعموا لك وسائل المنع الحمل، يدعموها مع أنها غالية ومكلفة، يديها لك ببلاش. ليه؟ عشان هو بيحارب هذه الكثرة، لأن هذه الكثرة تخيفهم، كثرة المسلمين تخيف أهل الباطل وأهل الكفر، فلا نسمع توجيهاتهم، ولكن علينا أن نكثر فاكرين زمان كان بيطلع إعلان كده يقول حسنين ومحمدين، طبعا الجيل الصغير ده مش حضره. كان في إعلان زمان كده ماسخ بايخ بيطلع كده كل نص ساعة يعني كل ساعة كل نص ساعة بكثرة كاثرة، يقول لك حسنين ومحمدين. حسنين واحد عنده ولد وبنت وعارف يربيهم ودخلهم مدارس محترمة ولبسهم لبس نظيف وعيال نظيفة كده. ومحمدين عنده 5 عيال مش عارف يربيهم والعيال متبهدلة ووشهم متكلح، فأقول لك شفت اللي معاه 2 عامل ازاي واللي معاه 5 عامل ازاي. طب الإعلان ده كان ماسخ، لكن لما تقرر في قلوب القوم، حتى تلاقي واحد ملتزم ومسلم وبحب الدين ويقول لك بس أنا كفاية عليا الولد والبنت عشان أعرف أربيهم وأدخلهم. أنت اللي بتربي، أنت اللي بتصرف، أنت اللي بتخطط لمستقبل الأبناء، ولا ده كله من تدبير الله عز وجل؟ بس الله هو الذي خلق والذي رزق سبحانه وتعالى. فكثرة الولد من مقاصد هذه الشريعة الإسلامية، كثرة الولد من مقاصد هذه الشريعة الإسلامية. وشرع النكاح وتشريع النكاح من مقاصده كثرة الذرية، كثرة الذرية. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول وإني لأكره نفسي على رجاء أن يخرج الله نسمة توحده، يكون في نسمة إنسان يخرج من ظهري أو من صلبي يوحده، سواء هذه النسمة ذكر وأنثى، امرأة ستعبد الله أو رجل سيعبد الله سبحانه وتعالى. ومقصد من خلق الخليقة العبادة، فأن تكون سببا لتحقيق هذا المقصد هذا فهذه يعني دعوة لتشجيع الشباب على على الزواج، صح؟ فمن شروط صحة النكاح أول هذه الشروط تعيين الزوجين، تعيين الزوجين اللي هو الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى. وفائدة هذا الشرط أن تكون مثلا رجل وتحب فلانا وتعرف أن عنده
5 من البنات، ماشي، وانت داخل البيت، وده كان موجود قديما ولا يزال منه موجود الآن. الأصل انك تتزوج لماذا؟ لتقيم أسرة صالحة، فتبحث عن الرجل الصالح لتتزوج إحدى بناته، ده كان الأصل. لكن قصة ان في علاقات وفي غراميات هذا كله وهم محض. يعني قصة ان ولد اعجب ببنت وهي فعلا كويسة ويرى ان فيها، ده كله وهم، كله وهم. بعد لو تم الزواج مثلها مثل غيرها، إن لم تكن صالحة ستحدث الإشكالات، إن كانت صالحة الله عز وجل سيتمم الأمر على خير. يبقى الفكرة في الزواج إنه إيه؟ قصد شرعي لبناء بيت مسلم، فتبحث عما يعينك على هذا. أما بنت معينة أو ولد معين ده كله إيه؟ وهم. واسألوا من جرب قبلكم. كثير من العلاقات التي قامت على مجرد الحب والعلاقات في الجامعات والله باءت بالفشل وكثرت الخلافات بينهم. لكن إن كانت مبنية على طاعة، وإن كان هناك قصد شرعي في الزواج، الله عز وجل يبارك في هذا الزواج. فتعيين الزوجان، أنت تريد أن تخطب إحدى بنات هذا الرجل الصالح، تقول له زوجني إحدى بناتك، فيقول زوجتك إحدى بناتي، ده زواج باطل. ليه؟ تعيين، لابد أن تعين، فلابد أن ترى الزوجة بعينك، لأن الأصل في العلاقة علاقة مبنية على الاستدامة، فأن ترى منها ما يعجبك بإذن شرعي من وليها وبقصد شرعي، فتكون هناك مظنة إدامة العشرة، لعله أن يؤدم بينكما. خلاص تنظر منها إلى أن يؤدم بينكم، فلا بد أن تنظر إليه. ممكن يكون هذا الرجل وضيء، هو حسن الوجه، فأنت ظننت أن أبنائه كلهن حسناوات، وعنده ولدين برضه بيطلعوا كده وانت عارفهم، والولاد برضه طالعين لابوهم حلوين، انت مش عارف امهم شكلها الله اعلم. والبنات انت سمعت انهن منهن الحسن ولا تدري غير ذلك، فهو عنده بنت واحدة طلع لامها او طلع لخالها او طلع لفلان في العيلة، فهو قال خلاص طالما ده جاي عايز الحسب والنسب نديله ده ونخلص منها. فلا مش كده، فلا بد يكون في تعيينه الزوجين. طيب على العكس، أنت تعرف أن هذا الشيخ أو هذا الرجل الصالح عنده 5 من الولد، فتقول له أريد أن أزوج إحدى بناتي لإحدى أبنائك. هو ظن في الرجل أن أبنائه كلهم خيار، وأنت تظن أن بناته كلهن على حسن وعلى طاعة وعلى خير، فهل يصح هذا الزواج؟ لا يصح. ممكن يكون واحد من أبنائه لا يصلح دينا أو خلقا أو طبعا، وكذلك إحدى بناتك لا تصلح. لابد من تعيين الزوجين. الشرط الثاني رضاهما، أي رضا كل من الزوجين. قد لا يتصور بعضكم هذه الشروط، ولكن هذه الشروط موجودة. هذه الشروط موجودة، أو كان لها وجود أكثر من قبل، لأن طبعا كما تعلمون في الحديث أن البكرة إذنها سماتها. مثلا واحد رايح يتقدم لبنت الأخ فلان أو الأستاذ فلان أو المهندس فلان، والبنت هذه بكر رشيد، فالأصل أن البنت كانت حيية إلا من رحم الله، فيروح أبوها يقول لها يا بنتي ابن الحج فلان جاي يتقدم ليك، فالأصل أنها تعمل طب خلاص، فإذنها سماتها، إلا أن تكون لها بغض لهذا، يقول لا 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 أريد هذا، تعرف منه شرا أو لا تريد هذه العائلة، خلاص يبقى هي رفضت. عند الرفض هي ما لها الحق، طب عند الموافقة تصمت. لكن الآن لا 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 يا عم، ده طويل، ده قصير، ده أنا عيني على فلان، ده أنا للبنت يا الله المستعان. يبقى إذنها سماتها، يبقى لابد من إذنها. وبعض الرجال كانوا يفتئتون على حق البنات، يعني هو شايف ان هو ده الشهامة ان البنت ملهاش إذن عندي، فيزوجها لمن يحب، فتحدث الخلافات. فلا بد من رضا الزوج، وكذلك من رضا الزوجة. أما إن زوج الرجل رغما عنه فهذا لا يصح، أو زوجت الفتاة رغما عنها، هذا أيضا يفسد العقد. ومعنى شرط الصحة أي بدونه يفسد العقد، أي لو فقد شرط من هذه الشروط فسد العقد. فرضا الزوجين شرط من شروط صحة العقد. وكما ذكرنا الحديث أن البكر إذنها صماتها، والأيم أي المرأة الثيب
التي لا زوج لها أحق بنفسها من وليها، لأنها صاحبة تجربة، سواء كانت أرملة أو مطلقة فلها خبرة في الرجال، فلها قرار، صاحبة قرار، تقول هذا يناسب وهذا لا يناسب. أما البكر لا خبرة لها فلا تعرف ما المناسب، فوليها ناصح لها، يستنقي لها أو يدخل عليها من هو أهل لها. يبقى البكر إذنها سماتها. طبعا إن تكلمت فهذا حقها، ولكن الأصل أنها كانت تصمت كناية على على الموافقة، كناية على عدم الرفض، كناية على عدم الرفض، لأن الأصل العلاقة مبنية على صفات، مبنية على على صفات. عارفين الحديث طبعا المشهور عند كثير من الناس، أو كثير أو كل الناس يعرفون أن المرأة تنكح لأربع. يبقى ده الغرض، المرأة تنكح لحسبها ونسبها وجمالها ولمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. يبقى المرأة لها ما يرغب الرجل فيها، يرغب في المرأة لماذا؟ لمالها، ماشي معها فلوس، لحسبها من عيلة محترمة، لنسبها من عيلة لها أصل ولها حسب ولها جاه ولها سلطان، جمالها سمع أنها حسنة أو رآها حسنة، ولدينها. طيب إن اختار شيئا غير الدين، شاف الجمال والحسب والنسب والمال ولم ينظر إلى الدين، تربت يداه، أي التصقت يده بالتراب، زي الراجل ما يكون عنده مال كده وعنده جاه وأبهة، فذهب ماله فالتصقت يده بالتراب، أي علامة على على الفقر وعلى الندم وعلى القلة. لكن الذي يظفر بذات الدين، وإن لم تكن غنية وإن لم تكن جميلة وإن لم تكن حسيبة ولا صاحبة مال، فهذه المرأة مكسب عظيم للرجل. يبقى المرأة إذا كانت صاحبة دين، هذا هو الغنم الذي ما بعده بعده غنم. لا تنظر إلى كل ما ذكر، لأن كل ما ذكر هو مجرد استحسانات، وجدت فبها ونعمت، وإن لم توجد يكفيك يكفيك الدين. يعني بعض الشيوخ عندما يذكرون هذا الحديث يقولون نعتبر أن الدين هذا رقم واحد صحيح. طب لو وضعنا على جنبه هذا المال صفر، بقت 10. طيب وبعدين حطينا الحسب صفر كمان، بقت 100. طب لو حطينا كمان صفر اللي هو المال، فده 1000. طب والحسب خلاص 10,000. طيب لو شلنا صفر بقيت أرقام، بقي لها قيمة. طب لو شلنا الواحد الصحيح اللي هو الدين، بقت وده حقيقي، ده هذا حقيقي، هذا مجرب وهذا حقيقي. فرضا الزوجين، رضا الزوجين. الشرط الثالث خلوهما من الموانع. تسمعون في اللي حضر عقود الزواج يسمع قول المأذون: البكر الرشيد الخالية من الموانع الشرعية، الخالية من الموانع الشرعية. فهناك موانع شرعية تمنع من صحة العقد، أو إن أخفيت على الزوج فللزوج أن يفسخ العقد. هذه الموانع الشرعية سيأتي بيانها بالتفصيل بإذن الله تعالى. هناك موانع في الزوج وهناك موانع في الزوجة. وهناك موانع في الزوج سنتعرف عليها إن شاء الله في اللقاء القادم أو الذي بعد حسب الترتيب. وهناك موانع في الزوج. هناك موانع معتبرة شرعا، أي لها اعتبار شرعي، يعني من حقها أن يفسخ. وهناك موانع غير معتبرة، أي لا عبرة لها في الشرع. فلا بد من خلو كلا الزوجين من الموانع الشرعية. فلو قال ولي المرأة عن ابنته خالية من الموانع الشرعية ولم تكن كذلك فهو غاش، فهو غاش. وللزوج أن يرد هذه المرأة وأن يأخذ ما دفعه من مهر ويعوض حسب كل حالة بحسبها. يبقى خلوهما من الموانع الشرعية. طبعا من المشتهر في عقود النكاح المأذون بمل الزوج: وإن استخرت الله تعالى. بملي. طب هو استخر ولا ما استخرش؟ ساعات أسأل أقول له أنت استخرت يا ابني؟ يقول لي والله الموضوع عجبني يعني. فلا لا تقل إلا ما هو حقيقي. استخرت ولا ما استخرتش؟ فما تمليش المأذون، ما يمليش الولد ولا يملي الولي. يسأله: استخرت؟ خلاص. طب قال أو لم يقل؟ هذا أمر تعبدي بينه وبين ربي. خلاص، أنا استخرت أو ما استخرتش ده أمر بينه وبين الله عز وجل. خلاص، استخير براحتك أو ما تستخيرش براحتك.
وبعد كده ايه العقد الذي يفتقر اليه، زوجتك موكلتي او زوجتك ابنتي، يقول ايه قبلت، انتهى العقد. شفتم تسمعوا طبعا الديباجة الطويلة. اولا ممكن يبدأ باستغفر الله العظيم، كلوا معايا استغفر الله العظيم. انتوا عارفين بيقولوها ليه؟ انت جربت يا شيخ اسماعيل بس مش بالظبط كده. هو مذهب، هو بيقول لك ايه، وعلى مذهب الامام ابي حنيفة، ماشي، مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله لا يقبل شهادة الشاهد الا اذا ايه كان عدلا. كان ايه عدلا، وعدالة الرجل بصحة دينه، بصحة ايه دينه، فبيجدد له التوبة عشان يصير ايه خلاص ما عملش ذنوب. فبعد ما يمل الصيغة يروح مطلع السجاير وموزعها كده، فقد الايه فقد العدالة تاني، بطلت الشهادة بتاعته على مذهب الإمام ايه ابي حنيفة. فلا بنفهم بس اللي بيحصل حوالينا. يبقى الديباجة هذه كلها ايه يعني ليست هي المقصودة في العقد. المقصود في العقد ايجاب وقبول. وشروطه كما قلنا اول شيء تعيين الزوجين، يعني يكتب كده في زوجتك موكلتي A او B او C حسب الاسم. يعني احنا عايزين نعرف هو زوج مين. اسم المرأة ليس بعورة، اسم المرأة يصان عن الامتهان لكن ليس بعورة. يعني مش في الروحة والجاية ده فلان ابن فلانة او ام اسمها فلان، مش دايما يتكلم في، لكن اسم المرأة ليس بايه مش عورة، ولكن ايه يصان، يعني لا يذكر كثيرا، لا يمتهن، لا يمتهن. فأمهات المؤمنين معروفات، وكذلك بعض النساء ذكرن في القرآن كالسيدة مريم عليها السلام. فيصان فقط عن الذكر، كثرة الامتهان. يقول فلان ده فلان ده ابن فلانة. يا عم ماشي احنا عرفنا ابوه مين، مش كل شوية انت ازيك فلان انت ابن فلانة. يا عم مش كل شوية تمتهن ايه اسم امي كده. الموضوع مش انا ابن فلان، انا ابويا فلان، ابويا خلاص. يبقى الامر فيه اصانة او صيانة، لكن اسمها ليس بعورة. فلما تعقد على امرأة وتدعي الناس ولا انا تزوجت فلانة ابنة ايه الشيخ فلان او ابن الاستاذ فلان او الحاج فلان، عشان ايه لو انا لي غرض في اختها ابقى عارف مين اللي اتزوجت. او انا مثلا انت تزوجت من ابنة فلان احدى بناته، عرفنا انت تزوجت مين، عشان لما انا اكون ليا نية في احدى بناته الاخروات ما اروحش اقول له انا عايز فلان، اقول لك فلان اتزوجت، فما يكونش فيه حرج. يبقى تذكر اسم المرأة هذا ايه من البيان، هذا البيان ليس فيه اي حرج شرعي. فتعيين الزوجين رضاهما، اي رضا كل من الايه الزوجين. الثالث قلنا خلوهما، اي خلو من الزوج والزوجة من الموانع الشرعية، وسيأتي بيان الموانع الشرعية سواء في الذكر او في الانثى. الشرط الرابع الولي. وفي الحديث لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي، وبدون الولي يفسد العقد، لأن هذه شروط صحة العقد. طيب والأيم أحق بنفسها الموافقة أو الرفض، ولكن لا نكاح إلا حتى وإن كانت ثيبا، مطلقة أو أرملة. ثيب أي نكحت قبل ذلك فإذنها أن تتكلم، ولكن من ولي عقدها؟ وليها. من الولي؟ يبتدأ بالأب، وسيأتي بيان من الأحق بالولاية. الولاية تنتقل. طب لو أعضلها أبوها هناك تصرف شرعي، فكل مسألة لها تصرف شرعي. تأتي المرأة وتقول أنا أبويا تعنت معي، هي مطلقة وأبوها لا يريد أن يزوجها لأنها لها معاش أو لها ظروف معينة، فأبوها يريد أن يبقى بها في بيته، لها مصلحة معينة، فيقول لك لا أعضلها أبوها. هل تظل هذه المرأة أيم وتعذب بهذا لأن أباها لا يقبل؟ والشرع يقول لا نكاح إلا بولي. نقول لا، كل مسألة لها حل في فالولاية تنتقل إلى من سيأتي بيان من أحق بالولاية بإذن الله تعالى. إذن الرابع الولي. الشرط الخامس الشهادة، لابد من الإشهاد، لأنه عقد كسائر العقود، فلا بد من الإشهاد. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من وجود شهود عدل، أقلهما 2. أقلهما إيه؟ ومعنى العدالة ألا يشتهر بفسق. معنى العدالة ألا يشتهر بفسق، والمقصود بالفسق هنا أي فسق فيما ينافي العقد، فسق فيما لا ينافي العقد، لأن الفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله. فسق
من فسق الرمح من القوس، أي خرج خروج عن طاعة الله. إنسان بارز الله بمعصية فهذا خرج عن طاعة الله. نقول له مثلا لا تأكل الربا، فيقول لا أنا موضوع ده أنا هاكل الربا، فده اسمه إيه؟ فاسق، خرج عن طاعة الله في هذا الأمر. يكون بيصلي وبيصوم وبيحج لكنه إيه؟ فاسق في هذا الأمر. يسرق، هذا إيه؟ فسق. مرتشي، هذا إيه؟ فسق. يسمع الأغاني، هذا فسق. طيب في شهادة عقد النكاح، لأن الإنسان لا يخلو من معصية، حال الإنسان لا يخلو من إيه؟ من معاصي، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع عصاة المسلمين. فاشترطوا أن يكون هذا الفسق لا ينافي مقتضى العقد، فالعقد هذا عقد نكاح، فلا نأتي برجل معروف بالزنا أو بانتهاك المحارم ويكون شاهدا فيه، لكن مدخن هو فاسق في بابه ولكن لا ينافي مقتضى العقد، فيقبل في هذا. وعلى مذهب أبي حنيفة خلاص بيتوب وبعد كده يشهد على العقد. فهذه شروط صحة العقد. من يعدها مرة أخرى؟ 5 شروط، شروط صحة عقد النكاح. من يعدها؟ تعيين الزوجين، رضاهما، الشهود، ماشي، خلوهما من الموانع الشرعية، الولي، أحسن. طيب المهر هل هو شرط في صحة العقد؟ أو الصداق هل هو شرط في صحة العقد؟ طب هو حق واجب ولا ليس بحق واجب؟ هو حق واجب، ويثبت إن عيناه أو لا، لذلك لم يذكره الفقهاء في شروط صحة العقد. فلا بد من صداق، لا بد من مهر، فإن لم يعين عينه الشرع. يعني لو أن رجل تزوج بامرأة، عقد عقد نكاح، زوجتك ابنتي فقال قبلت، فخلاص خدها وروح وفي شهود وخلص الموضوع. طب فين يا ابني؟ طب هنجهز كذا، طب انت عليك كذا، طب انت اشتريت كذا، طب هتدفع لها مهر كذا. لم يتكلموا في هذا. هل العقد صحيح؟ صحيح. طيب عند الطلاق او عند المفارقة، ده انا ما كتبتش عقد، ما كتبتش صداق، يبقى ايه؟ الشرع يحكم لها بمهر مثلها. الشرع يحكم لها بمهر ايه؟ مثلها. يبقى تأتي خلاص في مفارقة او العقد سينفسخ، طب تعالى. وده كثير بيحدث خاصة قبل البناء. خلاص احنا هنعقد عقد النكاح وبعدين لما عند الزواج انا هديني فرصة يا عمي شهر، سنة، حاضر سنة يا ابني. طب نكتب قائمة ولا نكتب كذا مهر؟ يقول لك لا، لما نيجي ايه نجهز نبقى خلاص عقد. وبعد اسبوع، بعد 2، بعد شهر، بعد 5 طلقها ولم يسمي لها ايه؟ مهر. فهنا ايه؟ يحكم لها بمهر مثلها او المتعة. وهذه مسألة ايه؟ خلافية. والصداق والمهر قد يختلف باختلاف الأعراف، قد يختلف باختلاف الأعراف. وهذه مسألة يعني مشتهرة على مواقع التواصل. يقول لك لا، الأصل في الزواج إن الزوج هو الذي يجهز بيته كله، والمرأة لا تجهز شيئا وتأخذ صداقا ولا نكتب قائمة. والناس بعض الشباب كده بيحاربوا موضوع القائمة. نقول القائمة نعم لم يثبت لها أصل في الشرع، ولكن تعارف عليها الناس. طيب هناك شيء مستجد، شيء مستجد. الأصل كانت في القائمة أنا بشتري مثلا غرفة نوم وغرفة انتريه، والزوجة بتجيب مطبخ وبوتاجاز، وبنكتب وصلت 100,000 50,000، وده باسمه ايه؟ عرفا بيكون هو ايه؟ مع الشبكة، مع المؤخر الذي يكتب في العقد، ده كله بيسمى مهر. ده تعارف عليه أهل مصر. طب عند الفراق يثبت كل هذا وله تفاصيل أو فروع. طيب زاد شيء أو زاد بند هو الذي أحدث إشكالا. هذا البند هو أن تكون هذه القائمة أمانة عند الزوج، وتستغل هذه البنود في إعضال الزوج أو في إثبات حقوق لا تحق للمرأة، خاصة عند الاختلاع أو عند غيره. نقول أولا مقاطع الحقوق عند الشروط. فعلى الزوج قبل أن يمضي على عقد أن يعرف توابع هذا العقد. قبله هو حر، رفض له ذلك، اتفق على شيء، فمقاطع الحقوق عند فالأمر يعود إلى الرجل الزوج. يقول لك لا يا عم احنا شاريين الراجل، طب ابني فيمضي. بعد ما يمضي بص تلاقي قائمة ب1,000,000 جنيه وكلها أمانة عندك، وبعدين مكتوبة بره العقد، بره القسيمة، فتروح هي
تعمل خلع في المحكمة وتقول طلاق على الإبراء، تبريه من إيه؟ مما كتب فيه في القسيمة اللي هو كام؟ جنيه أو 10 جنيه زي ما بيعملوا. طب وبعدين ترفع عليه القائمة فيحبس الرجل ودوامة وتبديد وتعمل قصص. طيب هو الذي وافق على هذا. فنصيحة للأزواج قبل أن تمضي أي ورقة في حياتك أن تقرأها وتسأل المتخصصين في توابع هذه الورقة إيه اللي يترتب عليها، ولا تغتر بمظاهر الناس. أمن نفسك قبل أن تمضي ورقة، لكن لا تحمل الشرع ما لا يتحمل. يعني بعض الشباب يهاجمون هذه القائمة ويهاجمون الشيوخ الذين يوافقون عليها أو لا يحاربونها مثلهم. نقول هذا تحميل للشرع ما لا يحتمله. الشرع لم يتكلم عن صفة الصداق ولا صورته. أحيانا يكون قليلا، أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. طيب وآتيتم إحداهن قنطارا، ده وجه ده وده وجه على أن تأجرني 8 حجج، يعني هيخلي عنده أجير، تبقى أجير عند أبوها 8 سنين، وإن أتممت 10 فمن عندك. فممكن يكون قليل حسب الظروف، وقد يكون فأنت من توافق أو من أو من ترفض. فالمسألة معلقة به. فإن كان من توعية للشباب قبل أن يمضوا أي ورقة أن يقرؤوها جيدا ويعرفوا توابعها. وافق فجزاء الله. يعني مرة واحد من الشباب في نشوة زواجه كده داخل جاي مبسوط، فبيحكي لنا الحمد لله كتبت وعقدت وبعدين يا ابني انت جهزت وعملت في لا انا مضيت لهم على وصل ب1,000,000 جنيه والله حصل. قلت له ينفع كده؟ لا خليته بوظه. قلت له لا انت كده بتضيع نفسك. قال لي ازاي؟ ده في صله وفي قرابه. قلت له يا ابني انت كده بتضيع نفسك. ما تستحقه تاخذه. انت عارف يعني 1,000,000 جنيه؟ ده دين عليك، سواء بوفاتك او باول مفارقه او ان طالبت به باي ظرف من الظروف. خلاص يبقى انت لان الصداق ده ممكن يكون مقدم كله او يكون مؤخر كله او يكون بعضه مقدم وبعضه مؤخر. ده كله اسمه صداق. فلا بد ان يكون عندك فهم لعقبات الامور. والحمد لله يعني قطع هذا الوصل وكتب ما يقدر عليه. بتكتب اللي تقدر عليه، لان هذا دين عليك. هذا دين عليك ويخرج من تركتك ان مت. يعني المرأة إن مات زوجها حتى وإن كان مجرد العقد، بمجرد العقد صارت زوجة. فهذه الزوجة لها أولا الصداق كاملا، تأخذ صداقها كامل، ولها ولها الميراث، ولها يبقى لها الصداق كاملا اللي هو زي المتعارف عليه في كل بلد، ولها الميراث لا تأخذ حقها في الميراث، وعليها العدة كما هو معلوم. وبهذا يعني نتوقف، وفي اللقاء القادم نعرف من الذي يحل الزواج بهن ومن هن المحرمات. هناك نساء يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.